السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل كرواسون سهل وسريع وكمان اقتصادي جدا، يعني بدون حليب بدون بيض بدون زبدة بدون تعقيد. تعالوا ازاي نشوف وصفتي النهاردة. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة كوباية من كوبايات الشاي مية دافية، وكمان عليهم 4 معالق سكر كبار، وعليهم بقى معلقتين من الخميرة اللي هي الخميرة البيرة بتاعة المخابز، أو ممكن نستخدم كيس من الخميرة الفورية. وبعد ما قلبتهم كويس جدا بدأت بقى أنزل عليهم بالدقيق، لأني كمان واثقة إن الخميرة بتاعتي فعالة. نزلت عليهم ب3 كوبايات من الدقيق مبدئيا، وعليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. الملح المستخدم هنا كوكس، تقدروا تستخدموا نص معلقة صغيرة لو ملح عادي. وبعد كده شغلت عليهم العجان، بدأت كده أشوف العجينة عاملة إزاي، حسيت إن هي لسه مش متماسكة، حطيت عليها كمان كوباية. وهنا طبعا عارفين قانون العجين، إنه كل دقيق حسب امتصاص المادة السائلة بتاعته أو حسب السوائل الموجودة نقدر إن احنا نضيف دقيق. هنا أنا بختبر العجينة بتاعتي وبشوفها، لقيتها لسه بتلزق، فبدأت إن أنا أضيف عليها نص كوباية دقيق تانية. يعني إحنا في وصفتنا هنحتاج من 4 كوبايات ل5 كوبايات دقيق. هنا بالظبط الكوبايات اللي أنا استخدمتها 4 كوبايات ونص، وهو ده شكل العجينة وقوامها المتماسك اللي أنا عايزاه. بعد كده حطيت عليها معلقة كبيرة من السمنة، أي نوع سمنة تقدري تستخدميه عادي جدا، عشان تبدأ إن هي تلم العجينة معايا في الحلة، وتكون خلاص كده زي الأستك بتمط، وكمان مش بتتقطع ومعمول ليها عرق كويس جدا. عايزة أقول لكم إنه عملية الضرب في العجان أو العجن فيه أخد حوالي 10 دقايق أو 9 دقايق تقريبا. تقدروا بقى لو عجنتوا على ايديكم بياخد فترة اكتر من كده شوية، يعني ممكن ربع ساعة عجن ومش متواصل، تقدري تريحي العجينة مرة واتنين وتلاتة، او كل 5 دقايق تريحي ايدك حوالي دقيقتين. وبعد كده انا قفلت عليه الحلة بتاعة العجان، قفلت عليه بالغطا علشان يختمر ويكون ده شكله. اخد بالظبط حوالي ساعة، لان احنا في الشتاء. تقدروا طبعا تقعدوه نص ساعة لو انتوا في الصيف، علشان درجة الحرارة بتفرق معانا جدا. وبعد كده لميت العجينة بتاعتي بعد ما رشيت دقيق على سطح العمل، ولميت وفردت العجينة مرة واتنين وتلاتة، وكمان نسمتها كده بشوية من الدقيق على المردنة، وبدأت أفردها مرة تانية عشان أتأكد إن هي كده تمام، وبدأت إن هي يكون ليها عرق كويس جدا تساعدني في التشكيل. وبعد كده هبدأ أعملها بقى كرات كده بحجم البرتقانة الصغيرة أو الطماطماية الصغيرة. وتقريبا قطعة العجين دي هتقسم لي حوالي 14 كرة، وتقدروا كمان 15 كرة. وبعد كده هنبدأ بقى في مرحلة تشكيل الكرواسون. هناخد أول كرة بدأنا بيها، هنبدأ نفردها واحدة واحدة، بعد ما بنرش كده شوية من الدقيق على الترابيزة أو سطح العمل اللي احنا شغالين عليه، علشان تساعدني أكتر في الفرد. وهنا بقى الفرد بيبقى شوية على شكل دايرة، وازاي هو رقيق جدا، وتقريبا حوالي نص سنتي الارتفاع بتاعه، علشان يكون سهل معايا في التشكيل تاني بعد كده. وادي تاني كرة هنبدأ ان احنا نفردها، وتالت كرة. واحدة واحدة كده هنفرد كل الكرات اللي موجودة عندنا. ولو موجودة عندك صينية كبيرة أو أي مفرش تقدري تحطي عليه رقات العجين اللي احنا بنعمله ده، ياريت. بعد كده هنبدأ إن إحنا نطبّق بقى كل رقات العجين اللي إحنا عملناه ده، أو كل طبقات العجن دي، هنبدأ إن إحنا نحطها فوق بعض، وما بين كل طبقة وطبقة السمنة بتاعتنا أو الزبدة أو الزيت. هنا إحنا قُلنا وصفتنا اقتصادية جدًا، ولكن كان لازم مادة دهنية، وأنا اخترت المادة اللي موجودة في كل بيت، أي بيت موجود فيه السمنة دي فنقدر نشتغل بيها. فهنا حطينا بقى شوية من السمنة، أنا احتاجت حوالي كوباية، أكيد ممكن ماخدهاش كلها، بس حطيت النسبة اللي مطلوبة علشان لو خدت معاكي أكتر تقدري بقى تتحكمي في نسبة المادة الدهنية اللي انتي بتفرديها على العجين.
وفضّلت إن السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما سخّنتهاش قبل كده ولا دفّيتها، علشان بتفرق كتير معايا في الفرد بعد كده بتاع العجين. هنا ال3 طبقات اللي أنا قُلت لكم عليهم فردتهم حطيتهم على جنب، خلّصت باقي الكرات، فردت كل الطبقات فوق بعضها، ما بين كل طبقة وطبقة جزء من السمنة، تقدروا تقولوا نُص معلقة صغيرة سمنة، يعني الموضوع اقتصادي جدًا. بُصّوا كوباية السمنة اتبقى معايا حوالي تِلتها، يعني أنا أخدت تِلتين الكوباية، أقدر أقول لكم كده بالتقريب تقريبًا 4 معالق كبار من السمنة العادية استخدمتها في العجينة بتاعتي. وبعدين نسيت أقول لكم بقى في الخطوة دي، المفروض إن أنا باسيب العجينة ترتاح تقريبًا من ربع ساعة لتِلت ساعة، أو تقدروا تسيبوها 10 دقايق بس هي اتعجنت كويس جدًا وناجحة. هنا موجود عندي بقى مكعب من الشوكولاتة، المكعب ده تقريبًا 150 جرام، قطّعته لمكعبات صغيرة وفتفته عشان أقدر أحطه جوّه الكرواسون. وهنا عايزة أقول لكم الموضوع اختياري جدًا، تقدروا تستخدموا الحشوة اللي أنتم عايزينها، سواء كانت جبنة أو تقدروا تستخدموا white chocolate أو كراميل، اللي أنتم عايزينه تقدروا تحشوا بيه الكرواسون الموجودة عندنا. وهنا زي ما إحنا شايفين أنا أخدت الطبقات، بصوا إزاي ارتاحت من غير دقيق مفروض على السطح، من غير أي حاجة. بدأت إن أنا أفردها بالمردنة، بتفرد معايا حلو جدا. عايزة أوصل لسمك رقيق قوي علشان هو ده اللي هيعمل معايا الطبقات. حتى لو أول طبقة اتقطعت مفيش أي مشكلة، هنلمها ومش هيكون ليها أي أثر. وبكده خلاص فردت كل الطبقات اللي موجودة عندي، وبدأت بقى بالقطاعة بتاعة البيتزا أو سكينة البيتزا أو أي سكينة موجودة عندك، تقدروا تعملوا المثلثات دي أحجام مختلفة بشكل عشوائي جدا. تقدروا تعملوا أحجام للكرواسون زي ما انتوا عايزين، سواء صغيرة أو وسط أو كبيرة أو ميني كرواسون. تقدروا تستخدموا السكينة برضو في التقطيع، هيكون برضو سهل مش صعب خالص. وهنا أنا عملت فتحات في قاعدة المثلث اللي موجود علشان أعرف ألم العجينة أو أرولها كويس. وحطيت بقى كده قطع الشوكولاتة على كل مثلث من اللي موجود عندي، وبدأت إن أنا أرول المثلث ده واحدة واحدة، وأشد شوية على إيدي علشان يعمل أكبر عدد من الطبقات وتكون مورقة زي ما هنشوفها كمان شوية. خلاص أنا كده لميت الكرواسون وبعد كده حطيته في صاج مدهون بالسمنة أو بالزيت. تقدروا إن انتوا كمان ما تدهنهوش حاجة تاني خالص، عادي جدا مش هتلزق وهتكون تمام. بعد كده بدأت أرول كل المثلثات اللي موجودة وأشد عليها كده. أول ما بشد عليها الطبقات بتورق أكتر، وألف من الناحية التانية زي ما احنا شايفين، كمان بتدي شكل راقي جدا. عايزة أقولكوا الطبقات باينة من دلوقتي من قبل ما تختمر. وبعدين هنخلص كل الكمية، ولو حابين يكون في كمان كرواسون سادة مفيش أي مشكلة، وهاسيبها تختمر للمرة التانية تقريبا نص ساعة أو تلت ساعة. وهو ده شكلها بعد ما اختمرت الاختمار التاني. حطيت كده معلقة من الحليب وكمان نقطتين من الفانيليا. أنا كنت قايلة لكم في البداية إنه كرواسون اقتصادي بدون حليب أو بيض أو كده، بس ممكن نستغنى عن معلقة الحليب دي، هي بس مجرد تلميع. وبعد كده دهنت بيه الوش، وهندخل بقى الكرواسون في نص الفرن على درجة حرارة 210 أو 220 بالظبط، تلت ساعة لنص ساعة هيكون ده شكله. وادي بقى معلقة من السمنة برضو دي كمان اختياري، ولكن صدقوني هتفرق كتير جدا، وجربوها هتدعولي بجد حلوة قوي. بتدي طعم هايل، بتعلي تيست الكرواسون جدا. بعد كده بنشوف أي شنطة أي كيس أي حاجة بلاستيك تقدروا تغطوها، وبعد كده تحطوا عليها الفوطة بالظبط 10 دقايق ربع ساعة. وتعالوا نكشف على الكرواسون بتاعنا ونشوف اللمعة بتاعته الهايلة، طبعًا بسبب السمنة اللي اتحطت عليه. تقدروا تحطوا زبدة وهي برضه اقتصادية ما فيش مشكلة. إزاي طالعة هشة وكمان بتلمع. عايزة أقول لكم كمان ريحة السمنة فيها برضه معلية تيست الكرواسون، من جوه هش وقطني جدًا وطري. بجد رائع، طبقاته باينة جدًا، شكلها حلو أوي.
كرواسون سهل، سريع، اقتصادي، غير الكرواسون الفرنسي اللي إحنا عارفينه اللي بيقعد في التلاجة يوم و2 ولكن بدون تطبيق، بدون أي حاجة، الموضوع سهل وبسيط تقدروا تعملوه كل يوم كمان، أنا يمكن الكرواسون ده مرّة أو مرّتين أسبوعيًا، حلو أوي، أحلى كتير من برّه، تقدروا تعملوه، هو اقتصادي كده، بجد هايل. أتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.